بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله في الفيديو ده هنتكلم كده سريعا عن إزاي نعمل شوب درونج باستخدام برنامج الريفت. هنبدأ بأول نظام عندنا اللي هو نظام الإنارة أو اللايتنج. إحنا بس هناخد مجرد الأساسيات وأنت تبدأ تنطلق من خلالها إن شاء الله. طبعا إحنا عاوزين نوصل في الآخر للشكل ده. لو عاوزين نظهر الشغل بتاعنا بشكل أوضح ممكن هنا نجيب إلكتريكال. إحنا بقى عاوزين نوصل للشكل ده. هنتعلم إن شاء الله إزاي نوصل بين الكشافات باستخدام الكوندويت، ولو الكشافات دي موجودة عندي على الفورس سيلينج ازاي ننزل لها بفليكسبل كوندويت زي ما بيكون في الموقع بالظبط، وازاي برضو ننزل من الكشاف للمفتاح ده بكل سهولة، وازاي نعمل هوم ران ونخرج من البانل اللي عندي ونروح للينيات. نعرف كل ده ان شاء الله، وبرضو ازاي نعمل تاج وازاي نعمل هاتش مارك والدايمنشن وكل ده بكل سهولة ان شاء الله. هو نفس فكرة الشوب درونج العادي بالظبط، بس احنا هنعمل هنا موديلنج باستخدام الريفت، والموضوع بسيط جدا جدا، مفيش اي حاجة خالص، مجرد بس تفهم انت الدنيا ماشيه ازاي. طبعا مع فهم التكنيكال كويس هتعمل اي مشروع يجي قدامك ان شاء الله. هنقسم الشغل بتاعنا لكذا فيديو صغير، مش هنطول في مده الفيديو، وفي الاخر ان شاء الله نوصل للشكل ده. انت لو فهمت ازاي بتعمل اوضه واحده بالظبط خلاص كده انت تمام، مجرد بس كوي بس ليه الاوضه اللي جنبها وهكذا لباقي المشروع، ويبقى الموضوع معاك تمام جدا. مش هنطول على حضراتكم اكتر من كده، فنبدا على بركه الله. هنبدأ عندنا في الأول بمثال بسيط خالص، وبعدين نعلى بالليفل لحد ما نوصل للشكل اللي احنا شفناه في الأول، وهتحس إن الموضوع بسيط خالص بإذن الله. عندنا هنا لينيا عادية خالص، عاوزين نوصل بين الكشافات دي باستخدام الكوندويت، وبعدين نروح بيها على اللوحة بتاعتنا هنا، وبرضه عاوزين نعرف إزاي ننزل من اللينيا للمفتاح. كل ده هنعرفه إن شاء الله، فتعالوا نشوف هنعمل كده إزاي. أول خطوة عندنا في الشوب درونج عموما وهي إننا بنبدأ نضيف الجنكشن بوكس للكشافات اللي عندنا دي. فنجيب الجنكشن بوكس دي إزاي؟ قال لك والله تروح على سيستم، تمام، وبعد كده نروح على الكتريكال، وبعدين هنلاقي عندنا حاجة اسمها كوندويت فيتنج، تمام، نضغط عليها. هنلاقي فتح لي السيرش بار ده. لو نزلنا تحت شوية هنلاقي عندنا حاجة اسمها جانكشن بوكس اهي، تمام، نبدأ نضغط عليها هنا ونبدأ نجيبها للمشروع بتاعنا. أو عندنا طريقة تانية اللي احنا على طول نضغط من الكيبورد ان اف، اختصار جانكشن بوكس. في كلتا الحالتين هيعطينا الجانكشن بوكس اللي احنا عاوزينه. نبدأ بقى نضيفها للكشافات اللي عندنا. نيجي مثلا في الكشاف ده ونضيفها كده في السنتر كده، تمام. نبدأ بقى نشوف كده شكلها في 3 دي عشان نتأكد ان احنا شغالين صح. نبدأ نسلكت الأوضة دي كلها كده، وبعدين نضغط هنا السلكشن بوكس أو بي إكس على طول، يفتح معانا الشكل ده، ودي الكشافات بتاعتنا موجودة هنا. تعالوا كده نجيب إلكتريكال، تمام، دي الكشافات بتاعتنا، والجنكشن بوكس نازل هنا تحت على الأرض. طبعا أنا مش عاوزه هنا، إحنا عاوزينه فوق على الكشاف. طيب نعمل إيه؟ قال لك في أكتر من حل، إحنا ممكن نغير الليفيجن بتاعه لحد ما يطلع فوق الكشاف، أو في حاجة أسهل نستخدم أمر ألاين. أمر ألاين بيجيبه منين؟ من موديفاي، وهتلاقي عندنا أمر ألاين أهوت، أو ممكن نضغط على طول اي ال، تمام. هنسلكت كده الكشاف كده من فوق، وبعدين نيجي على جانكشن بوكس نسلكت كده عليها من تحت عشان تطلع فين؟ فوق الكشاف. اجي ابص عليها طلعت فوق الكشاف كده وتمام، وكده تمام جدا. نبدا بقى ناخدها كوبي لباقي الكشافات عادي خالص. نروح تاني على ال 2 دي. طيب ممكن ناخدها كوبي تاني، ونضغط هنا كوبي من السنتر هنا ونفعل مالتيبل، تمام، وبعدين ناخدها لباقي الكشافات اهوت. الموضوع بسيط جدا ان شاء الله. انت ممكن برضو تاخد الثلاثه اللي فوق وتنزل بهم تحت مره واحده عشان تسرع الشغل معاك وكده. تمام كده احنا ضفنا جنكشن بوكس لكل الكشافات اللي عندي. شوف تاني في ال 3 دي كده، تمام، هنيجي الشكل بتاعنا كده كده كل كشاف على جنكشن بوكس الخاص بيه، تمام جدا. عاوزين برضو نبدا نضيف الباك بوكس للسويتش اللي عندي ده، تمام. فعندنا هنا حل من الاثنين. الحل الاول وده الافضل، اللي احنا نجيب فاهم جهاز من بره بالابعاد اللي احنا نستخدمها، او عندنا حل تاني ممكن نعمل حاجه مؤقته دلوقتي، نجيب برضو تاني جنكشن بوكس، نضغط ان اف، تمام، وبعدين نسلكت عليه كده، وبعدين نعمله روتيت بالشكل ده لحد ما يبقى بالشكل ده كده، ونقدر بكل سهوله نضيف السويتش اللي عندنا. تمام، ناخد ده كده موف، تمام، من السنتر كده، ونبدا نحط تحت السويتش اللي عندنا. نظبطه بس تحت السويتش بالظبط. ممكن نعمل الاين بالشكل ده كده، تمام. تيجي بقى نشوف شكله كده في 3 دي عامل ازاي. برضه نعمل سيلكت على الارض كلها، وبرضه سيلكشن بوكس، تمام. وهنيجي نبص برضه نازل على الارض كده، فعاوزين برضه نطلعه فوق ورا السويتش، برضه نعمل امر الاين. ونبدا كده نسلكت على السويتش كده من فوق، نفضل نضغط تاب لحد ما يظهر لنا السويتش كده من فوق، وبعدين ننزل تحت على الباك بوكس برضه نسلكت كده من فوق. اجي ابص الاقي عندي طالع فوق ورا السويتش بتاعي، تمام. ممكن نظبط شكله شويه، نرفعه فوق كده شويه، وطبعا زي ما احنا قلنا انت ممكن تجيب فاميلي جاهزه بالابعاد اللي هستخدمها بس اللي هو يكون بنفس ابعاد السويتش بالظبط، تمام. وكده بكل بساطه دي اول خطوه عندنا في الشوب درونج، اننا بدانا نضيف الجنكشن بوكس والباك بوكس لكل الاليمنت اللي عندي. نشوف بعد كده بقى تاني خطوه عندنا. تاني خطوه معانا بقى احنا عاوزين نبدا نوصل بين الكشافات دي باستخدام الكوندويت. نعمل كده ازاي؟ اول حاجه نسلكت على الكشافات دي كده، ونبدا نمسح الديتيل لاينز خلاص مش عاوزينها.
نعمل هنا فلتر ونعمل تشيك نون ونيجي على الوايرز واللاينز مش عاوزينهم ديليت. عاوزين بقى نبدا نجيب الكوندويت. عارفين طبعا ان الكوندويت دي تعتبر من السيستم فاميلي، يعني بتكون باي ديفولت موجوده جوه الريفت، مش بنحتاج نعمل لها انسيرت. فعشان نجيبها بكل سهوله هنعمل ايه؟ هروح على سيستم، تمام، وبعد كده نروح على الكتريكال، ولا عندنا حاجه اسمها كوندويت اضغط عليها. تمام. عشان نرسم كوندويت نضغط اول حاجه كليك شمال، وافضل اسحب بالماوس للطول اللي انا عاوزه، وبعدين اضغط كليك شمال تاني يرسم لي معايا الكوندويت بتاعتي. بس هنيجي نلاحظ هتلاقي عامل لي الكوندويت كده على شكل خط. طب لو احنا عاوزين نظهر تفاصيل اكتر نعمل ايه؟ نروح على ديتيل ليفل نخليه فاين. نيجي هنا نروح على ديتيل ليفل نخليه فاين، تلاقيه مش متاكتيف هنا، نروح ناكتفه الاول من فيو تمبلت ونشيل التشيك من هنا وهنا ونبدا نغيرهم من بره براحتنا. اوكي. هنيجي هنا ونضغط فايل، هنيجي نبص عليها عندنا الكوندويت ظهرت بالشكل ده. تمام. او ممكن عشان نجيب الكوندويت نضغط على طول من الكيبورد سي ان. تمام. حاجه ابص عليها برده بيرسم لي الكوندويت بتاعتي، وطبعا نختار هنا السايز اللي احنا عاوزينه، وهنعرف برده لو احنا عاوزين نضيف سايز مش موجود هنعمل كده ازاي. وعندنا الميدل اليفيجن عاوز اتحكم في الاليفيجن بتاع الكوندويت دي. وعندنا هنا شويه خصائص بتظهر للكوندويت هنتكلم عنها ان شاء الله في الفيديوهات الجايه. لو احنا سلكنا الكوندويت دي اقدر برده من البروبرتيز والسيرش بار اختار نوع الكوندويت اللي انا عاوزها. طب لو انا عاوز استخدم طيب معين وليكن مثلا بي في سي ومش موجود هنا نقدر نضيفه ازاي؟ قال لك والله بكل سهوله، عشان تضيف طيب جديد للكوندويت دي، تمام، هتروح على الكتريكال سيتنج او اي اس. تمام. وبعدين هتلاقي حاجه اسمها كوندويت سيتنج، وبعدين هتلاقي تحت كوندويت سيتنج حاجه اسمها سايز نضغط عليها. تمام. وبعدين نبدا نضيف الستاندرد اللي احنا عاوزينه، نضغط هنا اهوت اد ستاندرد ونكتب مثلا بي في سي، والستاندرد ده بيزد اون الام تي. تمام. وبرده لو عاوز تضيف سايز جديد تقدر تضيفه من هنا نيو سايز، ولو عاوز تعدل سايز معين ممكن تعدل عليه من هنا، يعني ممكن نضغط على السايز ده ونعمل موديفاي سايز، نبدا نخلي ده مثلا كام 20 مثلا، تبدا بقى تغير فيه الدايمترز براحتك. اوكي. نضغط اوكي. هنيجي بقى نضغط على الكوندويت عشان نشوف التايب الجديد بتاعنا، مش هنلاقيه موجود برضه. ليه؟ لان انت لازم تعمل خطوه مهمه برضه تانيه، تضغط على الكوندويت وتروح على ايديت تايب وتبدا تعمل لها دوبليكيت، تمام، بالنوع الجديد اللي انت عاوزه اللي هو البي بي سي، وتبدا انت تغير الستاندرد للبي بي سي. تمام. وطبعا الفيتنج بتاعتك تبدا تغيرها كلها للبي في سي. بي في سي ستاندرد، بي في سي كله كده تمام. هنيجي نبص عليه عندنا اضافه التايب الجديد اللي هو البي في سي بكل سهوله. تمام جدا. نيجي بقى نوصل بين الكشافات دي باستخدام الكوندويت. تمام. نضغط سي ان ونقف كده على الجنكشن بوكس، هلاقي عندنا كده بيديني دايره باللون كده بنفسجي وفيها اكس، حتى ومسماها بوينت كونكتور. نضغط عليها ونبدا ايه؟ نختار السايز اللي احنا عاوزينه وليكن 20 مللي، وابدا اوصل بين الاثنين جنكشن بوكس دول بكل سهوله. تمام جدا. طيب، او ممكن عندنا حل تاني، ممكن نسلكت على جنكشن بوكس دي كده، تمام، وبعدين هنلاقي كده مربع كده باللون الاخضر، دي عباره عن ايه؟ دي عباره عن كوندويت كونكتور، نضغط عليه كليك يمين ولا عندنا حاجه اسمها هنا درو كوندويت، نضغط عليها ونختار السايز اللي احنا عاوزينه وليكن كام 20 مثلا، ونبدا نوصل برده للجنكشن بوكس اللي بعده بالشكل ده. تمام. نكمل نوصل برده بين ده وده. حاجه بص انا عند الكوندويت مش مظبوطه كده، ليه؟ لان الجنكشن بوكس مش قصاد بعض، دي بسبب ان الديزاين مش معمول كويس، الكشافات اصلا مش معموله الاين مع بعض فيطلع بالشكل ده. فاحنا ممكن نعمل ايه عشان تظبط معانا؟ نرجع تاني ونعمل هنا درو كوندويت. تمام. ونعمل كانسل، وبعدين نروح برضو درو كوندويت من هنا ونعملهم الاين مع بعض، اي ال من هنا كده ومن هنا. تمام. هنلاقي الاتنين جم مع بعض، وبعدين نوصلهم ببعض كده. او حاجه تانية ممكن نعمل تريم تي ار ونوصل الاتنين ببعض، هتلاقيهم ايه؟ هتلاقيهم متوصلة مع بعض وتمام. لو عملنا برضو اونلاين للكشافات هنلاقي ظبطت معانا اهو. تمام. نبدا نكمل، نقف على دي برضو. الموضوع بسيط جدا وسهل يعني، ولو ظهر معاك اي ايرور حاول برضو تعمل اللي احنا بنقول عليه ده وهتلاقي الموضوع سهل جدا وبسيط. ونبدا نكمل اهوت عادي خالص، ننقل هنا وبرضو هكذا ننقل هنا، والموضوع بسيط جدا زي ما انت شايف كده. ننقل هنا برضو. تمام. ننقل هنا وهكذا بقى. تمام. يبقى كده وصلنا بين الكشافات اللي عندنا بالكوندويت. شوف كده شكلها في ال 3 دي عامل ازاي. هنيجي نبص عليها عندها شكلها في ال 3 دي بالشكل الكويس ده خالص. عندنا الكشافات اهي متوصل بينهم ايه؟ بالكوندويت كده. تمام. هنا برضو ملاحظه مهمه عشان لو ما ظبطش معاك اتاكد ان الجنكشن بوكس تمام ليه كوندويت كونكتور كده عشان يسهل معاك. يعني مثلا لو ضغطنا ان اف وجينا نجيب جنكشن بوكس مثلا وليكن ده، وجينا نرسم، هنيجي نبص عليه مالوش كوندو كونكتور من هنا، تيجي ترسم من الناحيه دي مش هيرسم معاك، فحاول تجيب جنكشن بوكس ليه كوندو كونكتور من كل حته بحيث اللي هو يسهل عليك ايه وانت شغال. تمام. اخر خطوه معانا اللي احنا عاوزين نبدا نخرج من اللوحه ونروح للنهايه بتاعتنا، واللي بنسميه طبعا الهوم ران، بس طبعا ده على سكيل صغير. هنعمل كده ازاي؟ عشان نخرج من اللوحه عندنا اكتر من طريقه. هنبدا بقى نرسم كوندويت سي ان، تمام، ونبدا نقف على اللوحه كده
لحد ما تظهر كلها كده باللون الازرق، تمام. وبعدين نضغط ايه كليك عليها، هيجي عندي بالشكل ده، نضغط ايه فينيش كونكشن، تمام. ونبدا نطلع الاليفيشن اللي احنا عاوزينه. او عندنا حل تاني، اللي احنا نضغط على طول 2 ابلاي. حاجه بص على يرسم لي الرايزر بتاعي، تيجي نشوفها في 3 دي. حاجه بص على يرسم لي الرايزر بتاعي بالشكل ده، تمام. عندي ايه لوحه الكهرباء بتاعتي، وخارج منها بكوندويت بالشكل ده. عاوزين بقى نروح من اللوحه دي لللينيا اللي عندي، هنعمل كده ازاي؟ تيجي بس سيلكت كلها كده ونشوف في 3 دي عامله ازاي. ادي اللوحه عندي، تمام، وخارجه بكوندويت اهي، وديت اللينيا بتاعتي عاوزين نوصلهم ببعض. فنروح عندنا هنا في ال 2 دي، تمام، ونبدا نيجي هنا على الجنكشن بوكس دي ونعمل كليك يمين درو كوندويت 20 مللي، ونبدا نرسم عادي خالص، وننزل بقى للوحه بتاعتنا، تمام اهوت. ونبدا بقى نروح للوحه، ونيجي هنا نقف على الرايزر ده، تمام، لحد ما يديني المستطيل اللي هو باللون البنفسجي ده، ونقف عليه. ونبدا نخرج عادي خالص، تمام، لفوق كده، ويبدا هو يظبط لي الاليفيجن بتاع الكوندويت دي، ويوصلها لي لحد اللينيا بشكل سهل جدا. وبعدين نوصل الاثنين دول ببعض، نعمل مثلا ترم، نجيب بس كده، ونبدا نعمل ترم بينهم الاثنين. اجي ابص الاقي وصلهم لي ايه الاثنين ببعض. تيجي نشوف كده شكلها في 3 دي. تمام جدا، دي شكلها في 3 دي. عندنا هو البانل بتاعتنا، خارج من البانل اللي عندي الصاعد اهوت، وبعدين ماشي كده بكوندويت رايح لحد ايه لحد اللينيا بتاعتي. طبعا ده الكونسيبت بقى، انت بقى بتظبط المسار اللي انت عاوزه حسب ايه التكنيكال وكده، تمام. اخر حاجه معانا في الفيديو ده عشان مش نطول في وقت الفيديو، والفيديو الجاي ان شاء الله نكمل. هنفترض مثلا ان احنا عاوزين ننزل من الكشاف على المفتاح اللي عندي ده، نعمل كده ازاي؟ يعني نرسمه الاول واحنا في ال 2 دي هنا، وبعدين نعمل سيكشن نرسمه، هيكون اسهل، وانت معاك الطريقتين وتشوف المناسب ليك. هنيجي بقى على الباك بوكس ده، تمام، نرسم فوندوت سي ان، ونبدا نقف على الباك بوكس. هلاقي ظهر معايا اللي هي برده الدايره اللي هي البوينت كونكتور، برده اضغط عليها، وبعدين ايه اضغط 2 ابلاي، هيبدا هو يرسم لي الرايزر لوحده. تيجي نشوف في 3 دي شكلها عامل ازاي. نلاقي شكلها في 3 دي عامل كده، تمام جدا. نيجي بقى نخرج من الجنكشن بوكس ده، ننزل بقى على المفتاح، تمام. وبعد كده ننزل هنا كده، وبعدين نقف على الدايره باللون الاخضر لحد ما يظهر المستطيل ده، وبعدين ايه نبدا نخرج منها كده، تمام. ونبدا نعملهم الاثنين الاين مع بعض عشان تظبط معانا هنا وهنا، وابدا اعمل ايه ترم بينهم الاثنين بالطريقه دي كده. كده احنا قدرنا بكل سهوله ننزل من الكشاف للسويتش اللي عندنا. شوف شكلها كده في 3 دي، تمام جدا. هاجي ابص انزل عندي بالكشاف ده للسويتش اللي عندي بكل سهوله، تمام، بالشكل اللي احنا عاوزينه. عاوزين نعرف مع بعض حاجه مهمه اخيره. احيانا واحنا شغالين بنعمل رايزر مثلا من الباك بوكس ده للجنكشن بوكس، ما بيظبطش معانا، تمام، زي ما احنا كنا عاملين رايزر هنا، احيانا ما بيظبطش واحنا في ال 2 دي. فالاسهل او الافضل احنا بنروح نعمل سيكشن ونرسم من خلاله ايه الرايزر او السايد بتاعنا ده، هيكون اسهل كتير. فهنشوف ممكن نعمل كده ازاي. احنا دلوقتي عاوزين نعمل ايه؟ عاوزين نطلع من الباك بوكس ده، تمام، ونروح بيه على الجنكشن بوكس ده، وهنعمل كده من خلال احنا نعمل سيكشن ونرسم الكلام ده. هيكون الموضوع سهل جدا. تعالوا نشوف هنعمل كده ازاي. نبدأ نعمل سيكشن الاول، تمام، ومثلا نجيب لحد هنا، تمام. وبعدين ايه نصغر حدود السيكشن شوية، تمام، لحد هنا كده. وبعد كده نضغط كليك يمين، وبعدين جو تو فيو، تمام تمام. حاجة بص عليها عندي ده الباك بوكس بتاعنا، وعاوزين نطلع بيه ايه للجنكشن بوكس اللي فوق، تمام تمام. زي بالظبط ما عملنا مع البانل هنا، بس اجي ابص عليها عندي الكوندويت ديت ظاهره كده خط. لو عايزين نظهرها بالديتيلز بتاعتها نضغط هنا وبعدين فاين. اجي ابص عليها عندنا ظهرت ايه بالشكل بتاعنا اللي احنا عارفينه. احنا عاوزين نعمل ايه؟ زي ما احنا قلنا عاوزين نخرج من الباك بوكس ونطلع بيه على الجنكشن بوكس دي. فسلكت الجنكشن بوكس ونعمل كليك يمين، نروح كوندويت، تمام، ونروح بقى لحد هنا كده، وننزل بيها ايه لحد الباك بوكس بالطريقه دي كده، تمام تمام. شوفها بال 3 دي برضه. هنيجي نبص على عندنا الشكل ده. عاوزين بقى نعمل رايزر باستخدام السكشن. هنعمل ايه؟ طبعا هنيجي نبص على عندنا الكوندويت دي، هي الكوندويت دي، فعاوزين نخفيها علشان مش تعطلها واحنا شغالين. نعملها اتش هتختفي معانا، تمام تمام. احنا عاوزين بقى نوصل بين الكوندويت دي لحد ايه؟ لحد السويتش بتاعنا. الموضوع ان شاء الله بسيط خالص، تمام. درو كوندويت، تمام. اجي ابص على عندي ايه بيرسم الكوندويت بتاعتي، واطلع فوق، تمام. وبعدين نوصل الاثنين كوندويت ببعض، يبقى انا خلاص كده عملت ايه؟ عملت الرايزر بتاعي. ده الرايزر بتاعي اهوت. تعال نشوف ال 3 دي بكل سهوله، مفيش اي حاجه خالص. اجي ابص عليها بالشكل ده. كل اللي هنعمله دلوقتي اللي احنا هنوصل دي بدي، تمام تمام. فهنيجي هنا اهوت، وبعدين نعمل ايه ترين بينهم الاثنين. بس يبقى كده ايه؟ يبقى كده بكل سهوله قدرنا من خلال احنا نعمل سيكشن نرسم الرايزر من الباك بوكس لحد الجنكشن بوكس، تمام، او الكشاف بتاعنا. بكل سهوله. الموضوع سهل جدا جدا. شوفها في ال 2 دي عامله كده، تمام، في ال 3 دي شكلها بالشكل ده.
طبعا ده كونسيبت ثابت، تقدر بقى تعمل انت اي رايزر سواء كان من البانل سواء كان من سويتش باستخدام ال 2 دي او ال 3 دي او السكشن، ممكن ترسم اي مكان انت عاوزه، كله بيؤدي الى نفس النتيجه. حاجه برضو اخيره عاوزين نقولها، لو احنا مثلا عندنا البانل دي كده واحنا بنرسم الكوندويت مثلا، جت معانا ايه لحد هنا كده، طب عاوزين ننزل بقى للوحه، عندنا كذا حل. هنعمل ايه؟ اول حاجه هنفضل هنمسكها كده وننزل بقى لحد اللوحه تنزل معانا، او ممكن حاجه تانية نعمل الاين وننزلها على اللوحه. ازاي؟ اي ال، نضغط هنا سيلكت اللوحه من فوق وسيلكت الكوندويت كده، هاجي ابص على عندي ايه نزلت على اللوحه بالشكل ده. يبقى كده بفضل الله انتهينا من الفيديو ده. طبعا ده الاساسيات بتاعتنا، ازاي نرسم كوندويت وازاي نعمل الرايزر من البانل او من السويتش. طبعا ده مش اللي بتنفذ في الواقع، اللي بتنفذ في الواقع بيكون حاجات تانية زي ما احنا عارفين، بيكون مثلا لو احنا عندنا ان السقف بتاعنا ممكن تكون الكوندويت دي امبيدد، يعني يكون مدفونه جوه السقف، تمام. فالمجرد بس هنطلع بالجنكشن بوكس دي لفوق، تمام، ونبدا ننزل. لو السقف ساقط بالطريقه دي هنبدا ايه ننزل لها فليكسبل بايب. ممكن مثلا لو هي اكسبوزد خلاص المبنى اتعمل وعاوزين نعمل اكسبوزد، برضه نطلع بيه لحد السقف بتاعنا وننزل لها فليكسبل بايب، تمام. او اصلا لو مش سقف ساقط خلاص يبقى احنا كده يعتبر خلاص. فالفيديو الجاي ان شاء الله هنوضح الحاجات دي كلها وازاي نعمل هوم ران او نروح من اللينه بتاعتنا بقى للوحه، مش اللوحه دي طبعا، اللوحه اللي هتكون في اوضه الكهرباء، تمام، سواء كانت عندنا كيبل تري او كان عندنا كوندويت عاديه هتروح تمشي في السقف. كل ده ان شاء الله هنتكلم عنه في الفيديو الجاي. اتمنى ان الفيديو يكون بسيط وتكون كل حاجه واضحه، ولو في اي استفسار احنا في الاول والاخر اخوات ونساعد بعض. ولا تنسونا ابداع افضل الغيب، ولكم مثل ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله.